يا مساء العسل. قاعده جعانه وعايزه تاكلي حاجه حلوه؟ قومي يلا اعملي كريب معايا. هعرفك النهارده طريقه حلوه قوي قوي للكريب. هيبقى معاكي رفيع ومستوي مظبوط وطعمه تحفه وزي بره بالظبط. وتحدي طالع معايا مستوي ومش تخين، مش مكلكع. الحشوات تقدري تلعبي فيها زي ما انت عايزه. انا بعمل المتاح عندي والمتاح عندك برضو اعمليه، حتى لو ساده طعمه تحفه خطير. الاشكال اللي فيه دي بقى خطيره. انسي ان ممكن يطلع معاكي تخين لو مشيتي على نفس الخطوات. بس قبل ما ابدا معاكم الفيديو، معاكم منار الكيال. اتمنى لايك وشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نقول المقادير. عندي هنا كوبايه لبن وكوبايه دقيق نفس الحجم، وعندي كمان بيضه، وعندي تلت كوبايه زيت، وعندي معلقه ملح ورشه فانيليا وثلاث معالق سكر. اول حاجه عملتها حطيت كل المكونات الجافه مع بعض، وابتديت ان انا احط الحاجات السايله، البيضه والزيت واللبن، وهبتدي ان انا اقلب علشان المكونات كلها تخش مع بعض. عادي تقدري تحطي كل الخليط ده في الخلاط، بس انا مش مستاهل معايا، بعمله عادي بالمضرب اليدوي يعني. المهم دي اهم خطوة انت لازم تعمليها، تصفي الخليط تماما، لان طبيعي بيبقى فيه كتل حتى لو ضربتيه في الخلاط. جميل. هنا انا بوريكم ان هي دي اللي كان فيها برضو الخليط بتاع الكريب. هبتدي ان انا انزله فيها تاني، وهسيب حبة بس صغيرين صغيرين قوي في البولة اللي معايا دي، علشان هرش عليها معلقة كاكاو برضو بنخلها. وهبتدي ان انا اقلب علشان دي اللي انا هعمل بيها اشكال الشوكولاتة اللي من بره. هنا بوريكم ان برضو لسه الخليط ناعم سايل، مفهوش اي تكتلات. وهوريكم تعرفوا منين ان الخليط بتاع الكريب بتاعكم مظبوط. لو على الاسباتيرا كده او المعلقة عملتي خط ظهر، لا تقيل ولا خفيف. هبتدي بس ان انا اريحهم شويه. طبعا هم مفهومش خميره ولا اي حاجه، بس انا بسيبها ترتاح شويه. فتره طويله ان هي ترتاح، لا انا بسيبها بالكتير قوي 10 دقايق. جميل. عامه خطوه ان الحاجه ترتاح دي مهمه جدا في اي حاجه انت بتعمليها. هنا بعد ما الخليط بتاعي ارتاح، انا عندي الازازه دي اللي انا اقدر اشكل بيها. لو مش متوفره عندك عادي جيبي ازازه ميه فاضيه نظيفه، والغطا بتاعها اخرميه بالشوكة، تسخنيها يعني وتخرميه، او بالسكينة تعملي خرمة كده في النص وخلاص. انا شخصيا هستخدم الازازة العادية دي. هبتدي ان انا احط فيها الخليط بتاعي. هنا بوريك ان هو قد ايه سايل وماسك نفسه برضو في نفس الوقت. طبعا تقدري تكتري الكمية بتاعت الكريب اللي بالكاكاو لو انت حابة تعملي ابيض او بالشوكولاتة براحتك. عندي هنا طاسة سخنتها وحطيت فيها نقطة زيت ومسحتها بالمنديل ونزلت عليها الكريب بتاعي. بحاول ان انا افرده في الطاسة. الكريب معايا بياخد شكل الطاسة كله، لان هو السمك بتاعه مظبوط، لا تخين ولا رفيع. هنا بقى حاولي تعملي الاشكال، اعملي قلب اعملي اكتبي اسمك، شوفي الشكل اللي انت عايزاه، العبي يعني. هنا بوريكم ان غمقت الشوكولاته اللي احنا حاطينها، معنى كده ان من تحت ان هو استوى مظبوط. هبتدي ان انا اقلبه اهو زي ما واضح قدامكم انه من تحت واخد اللون حلو قوي وفي نفس الوقت رقيق. ده الشكل التاني. انا بوريكم بس ايه شويه الاشكال اللي انا حاولت اعملها. وبرده بعد ما الشوكولاته غمقت معايا قلبتها، بلاقي اللون ذهبي كده. ستيل برضو الكريب معايا رفيع. هنا بقى ايه عملت اشكال كتير، ده اللي اتبقى بقى. بوريكم كده ايه كام شكل يعني. اغمق معايا. هبتدي بقى ان انا اقلب، واديني اهو عملت الاشكال.
هي حقيقي مبهجة، يعني حقيقي انت بتاكلي حاجة انت حابة اللي انت بتاكليه. بوريكم ان هو رفيع وبيتشكل معايا اي حاجة انا عايزاها. الاشكال شكلها حلو، طبعا انتوا هتبدعوا يعني. وهنا انا هبتدي ان انا احشيه اي حاجة عندك. والله هو ده بس اللي كان عندي، يعني حتى ما ده اللي كان عندي وده اللي احنا بنحبه. فشوفي انت بتحبي ايه وعندك ايه. انا سيحت بس حبة شوكولاتة، وابتديت ولقيت عندي كمان حبة مكسرات، كسرتهم، وعندي موز، فعملت موز وشوكولاتة ومكسرات. عندك فراولة، لو متاح عندك فراولة دلوقتي حطي. سكر بودرة على الوش، انا مرضتش بصراحة احط سكر بودرة على الوش، قلت كفاية بقى. حتى لو هتعملي بس شوكولاتة سايحة من غير اي حشوات جواها عادي برضو بيبقى حلو قوي. هنا المكسرات اللي انا مكسراها حطيتها مع الموز والشوكولاتة، وابتدي ان انا اقفله. خليت الشكل اللي احنا رسمينه مع بعض، عاملينه مع بعض، هو اللي على الوش. وهكذا بقية الكريب بتاعي هقلبه برضو واحط الحشوة اللي انا عايزاها. انا البيزك عندي هنا الشوكولاتة، هفردها برضو وهحط الحاجات اللي انا عايزة احطها واقفلها، وهكذا لحد ما اخلص كمية الكريب اللي عندي. واقوم قسماها كده ورفعوها، وتانية الجزء ده والجزء ده، تمام. وهكذا بقى. اخر حشوة معايا حطيت الشوكولاتة وحطيت المكسرات بس. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم وتجربوا الوصفة دي، واتمنى اللايك وشير واشتراك في القناة عشان ده شيء بيساعدني جدا. مع السلامة.